في كوكبنا الغريب ما زالت الطبيعة تدهشنا بظواهر يصعب تصديقها، من شلال دم يتدفق في أكثر الأماكن برودة إلى نهر يغلي كأنه قادم من أعماق الجحيم. اليوم رح نأخذكم في رحلة بين أغرب 5 ظواهر طبيعية بالعالم. حضروا نفسكم لحقائق أغرب من الخيال وأماكن ما رح تصدقوا إنها موجودة فعلاً. الظاهرة الأولى شلال الدم في قلب واحدة من أبرد الأماكن على وجه الأرض، وتحديداً في وادي تايلور في القارة القطبية الجنوبية. تتدفق مياه حمراء قاتمة من نهر جليدي أبيض بالكامل. المنظر يبدو وكأن أحدهم سكب دماً على الجليد، لكن الحقيقة العلمية أغرب. المياه المتدفقة مليئة بأكسيد الحديد وهو الصدأ. هذه المياه محصورة تحت الجليد منذ ملايين السنين في بيئة خالية من الأكسجين وغنية بالحديد، وعندما تبدأ بالخروج يتأكسد الحديد ويعطيها لون الدم الغامق. العلماء ما زالوا يدرسون هذه الظاهرة لأنها تحتوي على ميكروبات تعيش بدون أكسجين، مما قد يساعدنا نفهم الحياة في الكواكب الأخرى. الظاهرة الثانية نهر يغلي في قلب غابات الأمازون في بيرو. يوجد نهر غامض اسمه شانايتمبيشكا، تصل درجة حرارته إلى 93 درجة مئوية، يعني تقريباً درجة غليان الماء. المفاجأة، هذا النهر ليس مرتبطاً بأي نشاط بركاني، وهو ما حير الجيولوجيين لسنوات. السكان المحليين يعتبرونه نهراً مقدساً ويقولون إن الأرواح هي من تغليه، أما العلماء فيرون أن المياه الجوفية الساخنة تضخ من أعماق الأرض وتغذي النهر. الحيوانات التي تسقط فيه تموت حرفياً بمجرد دخولها. الظاهرة الثالثة أمواج الضوء. تخيلوا أنك تمشي على شاطئ مظلم وفجأة ترى الأمواج تتلألأ بضوء أزرق ساحر كأن البحر مضاء بالنجوم. هذا ليس CGI أو خدعة، هذا شيء حقيقي. السبب؟ مخلوقات دقيقة تدعى العوالق المضيئة Bioluminescent Plankton، تمتلك خاصية بيولوجية تنتج ضوءاً عند الحركة. هذه الظاهرة تظهر في أماكن محددة حول العالم وتخلق مناظر لا تصدق، خصوصاً عند التقاء الموج مع الشاطئ. الظاهرة الرابعة حجر الرعد المتدحرج في صحراء وادي الموت. توجد ظاهرة عجز العلماء عن تفسيرها لعقود. حجارة تتحرك لوحدها وتترك خلفها آثاراً على الأرض وكأن شخصاً دفعها. هل هي خدعة؟ هل هناك قوى خارقة؟ الحقيقة ظهرت بعد سنوات من البحث. في ظروف نادرة جداً يتشكل طبقة رقيقة من الجليد أسفل الحجارة، ومع هبوب رياح خفيفة تبدأ الحجارة بالتحرك ببطء شديد، والنتيجة مسارات طويلة غريبة تبدو كأن الصخور سافرت لمسافة أمتار وحدها. الظاهرة الخامسة الشفق القطبي. الشفق القطبي أو الأضواء الشمالية ظاهرة ساحرة تظهر في السماء على شكل أضواء خضراء وبنفسجية وزرقاء ترقص بين السحب والنجوم. السبب؟ عندما تصطدم الجسيمات الشمسية بالغلاف الجوي للأرض تتفاعل مع الأكسجين والنيتروجين وتنتج هذه الألوان المذهلة. تظهر هذه الظاهرة في المناطق القريبة من القطبين وتعتبر من أجمل ما يمكن للعين البشرية أن تراه. في كل ركن من هذا الكوكب تخبئ الطبيعة أسراراً أغرب من الخيال، من دماء الجليد إلى نيران الأنهار، من صخور تمشي إلى بحار تتوهج. كل ظاهرة تعطينا لمحة عن مدى روعة وتعقيد كوكب الأرض. أي ظاهرة منهم شدت انتباهك أكثر؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس للمزيد من المغامرات العلمية الغريبة